بالنسبة لهم هنا. طبعا هنا الحسابات الدولية لها دور كبير جدا، انه والله العلويين كانوا محسوبين على النظام والامور هاي كلها. هذا كله كلام هراء ما له اي اساس. الى بلغاريا، الى اليونان، الى قبرص، الى اسرائيل، الى كذا، الى حتى سوريا شرق الفرات، الى الجنوب او شمال العراق عفوا، الى ضرب ايران. وهذا مهم للغايه. ضرب اللي مين الدوله اللي اعترفت فيها الوحيده حاليا هي اسرائيل. طبعا هناك توافق دولي كان بعدم الاعتراف بالصوماليلاند او ارض الصومال كما يسمونها الامارات، ومنها اسرائيل ومنها اوروبا. لا تحتاج الولايات المتحده الامريكيه لكل قوات اللي حاطتها في بحر الصين، وتستطيع الاستغناء حتى عن تايوان. ما بالضروره انه تسيطر على تايوان، لانه بتنقل كل شركات الصناعات الرقائق وهاي الى قلب الولايات. كل باسمه ورسمه، أسعد الله مساءكم جميعا. طبعا الأحداث عم بتراقبوا. أنا صار لي فترة طبعا غايب عن التيك توك، وما كنت أفتح بصراحة، لكن أعتقد أنه الكل متابع كل الأحداث اللي حصلت، وما هي جديدة عليكم أبدا اللي يحصل، لأنه كل هذا تحدثنا فيه، وخصوصا أحداث الساحل. هلا بدنا نبعد عن شيء مهم للغاية اللي هو العاطفة. أنا بعمري ما أتحدث بالعاطفة وأجي بالعواطف التخانة وأتحدث عن الإنسانية والما إنسانية. لا، أنا بتحدث دائما بالسياسة، والسياسة لا تعرف في العواطف. وهنا مو معناه أنه أنا أؤيد مثلا طرف معين. لما أتحدث بنبرة معينة سياسية تفهم خطأ من بعض الناس العاطفيين، ويتحدث أنه أنا كأني أنا ضد الساحل، أو أنا ضد مثلا السويداء، او انا ضد مثلا الشرق الفرات. حتى احيانا بعض الناس، حتى ولو انه انا كردي ومحسوب على شرق الفرات او روج افا تحديدا، بيجي بعض الناس بتفهم علي انه من طريقه حديثي انه هو كانه ضد روج افا. هذا خطا فادح جدا. دائما يجب فصل العواطف عن السياسه حتى تستطيع ان تتحدث بواقعية وتصل رسالتك بشكل واضح وصريح. أول جملة أنا قلتها وبكررها دائما أيضا: الشعب الذي يتخلى عن سلاحه يتخلى عن وجوده. وشايفين أنتم اللي بيحصل في الساحل. شوف الأخوة في السويداء ما تخلوا عن سلاحهم، فحافظوا على وجودهم على الأقل للمرحلة اللي نحن فيها، لكن النتائج راح تطلع في المستقبل بشكل كبير جدا. الأخوة العلويين أول ما سقط النظام تنازلوا عن سلاحهم، وهذا خطأ كان استراتيجي كبير جدا. أنا أفضل أني أموت وأنا حامل السلاح على أن أموت بعد أن سلمت سلاحي. شو فرقت بالنسبة لهم هنا؟ طبعا هنا الحسابات الدولية لها دور كبير جدا، أنه والله العلويين كانوا محسوبين على النظام والأمور هاي كلها. هذا كله كلام هراء ما له أي أساس من الصحة. فبمجرد قبولك أنك تتنازل عن السلاح تنازلت عن الدفاع عن نفسك، فأصبح وجودك في خطر. وطبعا أنتم شايفين الحرب اللي جارية في سوريا الآن هي حرب وجودية. طيب شو الفرق بين الحرب الطائفية والحرب الوجودية؟ لا، هي مو حرب طائفية. اللي حاصل في سوريا هي ليست حرب طائفية، هي حرب وجودية، حرب فناء لبعض الشعوب القديمة الموجودة في سوريا وبقاء الأقوى. وهذا اللي سميته أنا قبل سنوات عديدة جدا البافر ستيت، اللي هو فصل الشعوب عن بعضها البعض. ووضحت هذا قبل 3 أو 4 سنوات. من اتعظ وأخذ كلامي بمحمل الجد وقتها راح ينجو، ومن لم يتعظ هاي مشكلته. وما كانوا يسمعون الأخوة العلويين بالأساس بذاك الوقت، وكانوا معتبريننا انفصاليين ومعتبريننا مشاريع خارجية وجايين وبدنا نقسم سوريا وبدنا نعمل وبدنا. وما كانوا يدركوا حقيقة بأنه وجودهم أساسا في خطر، بقائهم في خطر. اتركوكم من الكلام التخان اللي بيطلعوا كل
الأساتذة اللي بيقولوا سوريا وسوريا الموحدة ولا مركزية وسوريا الفيدرالية ومن هذا الكلام، هذا كلام هراء وليس له أي أساس من الصحة. لن تستطيع مكونات الشعب السوري اللي كان سوريا سابقا أن تعيش مع بعضها ولا بأي شكل من الأشكال، لا فيدرالية ولا إدارية ولا مركزية ولا بطيخية ولا مبسمرية حقيقة. وصول تنظيم الأسود إلى سدة الحكم في دمشق كان مدروس، وكان هو أساسا هدفه الأساسي تمزيق الخريطة السورية. وهذا ليش أنا تحدثت فيه قبل سنوات أيضا، لأني مدرك حقيقة ماذا يرسم للمنطقة كلياتها، ماذا يرسم لإيران، ماذا يرسم لتركيا، ماذا يرسم لإسرائيل، ماذا يرسم لليونان، ماذا يرسم لقبرص، ماذا يرسم للسودان، ماذا يرسم لمصر، ماذا يرسم لليبيا والجزائر، ماذا يرسم في وسط أفريقيا، ماذا يرسم لبحر الصين، كله متداخل مع بعضه البعض، ماذا يرسم لأذربيجان وأرمينيا. وتحدثنا عن هذا الموضوع قبل عام 2023 بالأحداث والتنازل عن ناغورسني كاراباخ. وأعتقد الأخوة المتابعين القدامى، وأستطيع الآن أن أقولها بقوة أيضا، لأنه أصبح هناك قاعدة من المتابعين كبيرة جدا ومن الطبقة المثقفة جدا اللي بتابعني صار لها سنوات طويلة جدا، أنه أنا من حقي أني أتحدث الآن بالطريقة هاي، ليس كما السابق. كسابق كنا بتحفظ دائما، لا يوجد شيء في العالم حصل في الفترة اللي فاتت ولم أتحدث عنه على الأقل قبل سنتين وثلاثة على الأقل، ومهدنا لكل اللي بيحصل. هلا هؤلاء الأساتذة اللي بيخرجوا علينا وبيتحدثوا عن سوريا هم لسه متأخرين سنوات طويلة جدا حقيقة، بقول لكم إياها. وهنا أنا ما بدي أجرح، ليست مسألة تجريح ولا مسألة فرض نفس، لا أبدا، بس متأخرين سياسيا وفكريا بسنوات طويلة جدا، وهذا نقطة مهمة للغاية. لم يعد هناك شيء اسمه سوريا في حقيقة الأمر. والمشاريع القادمة على المنطقة كلها هي إعادة رسم الخرائط اللي تحدثت عنها قبل 3 سنوات، وسميتها حرفيا إعادة رسم الخرائط. لما كنت أطلع عند كمال بكور وأشرح هذا الموضوع كله، قلت المشاريع القادمة إلى الشرق كلها هي مشاريع إعادة رسم الخرائط. في الوقت اللي كان الأذرع الإيرانية قوية جدا، في الوقت اللي ما حاصلة فيها عملية غزة، في الوقت اللي كان يعوم النظام السوري ويستقبل في العواصم العربية لإعادة تهيئته أو تعويمه مرة ثانية. وكنت أنا بقول كل هذا الكلام اللي بتشوفوه هذا هراء وليس له أساس من الصحة، وسيتم ضرب الأذرع الإيرانية. والولايات المتحدة الأمريكية قادمة بشكل أكبر بالسلاح، وكثير من المنصات اللي هاجموني واللي طلعوا وقالوا هذا الكلام كذب، وأنا لا أعترف إلا باللي بيطلع على الإعلام. تتذكروا مثلا الأستاذ محمد يسر، كل احترام والحب له، طبعا هنا نقد، اللي كان بيخرج أنا ما بعترف، أنا نيويورك تايمز حكت وواشنطن بوست حكت وكذا ومن هالكلام هذا، وما في هذا الكلام كله. طبعا أنا ما بقصد في شخص معين، لكن كل المنصات اللي كانت تتحدث بهذا الأسلوب. طبعا هنا في فرق كبير بين الباحث السياسي والمتحدث في السياسة والإعلامي، وهذا أمر مهم للغاية. هذا أمر مهم للغاية. بدي أعيد، المشاريع القادمة إلى المنطقة ما هو بالضرورة تطلع للإعلام، ما بتطلع للإعلام أبدا، ولو تطلع للإعلام كل الدول تأخذ حذرها. وبدي أعطيكم مثال، لو أن تركيا تعلم بأن هناك طوق ناري يحيط بها من كل الخريطة اللي موجودة، كانت اتخذت السياسات اللي اتخذتها الآن ووقعت بكل الفخوخ الموجودة، من أذربيجان إلى أرمينيا إلى بلغاريا إلى اليونان إلى قبرص إلى إسرائيل إلى كذا، إلى حتى سوريا شرق الفرات، إلى جنوب أو شمال العراق عفوا، إلى ضرب إيران، الضربة اللي حصلت قبل فترة واللي راح تمتد ضربة أخرى خلال الأيام أو الفترة القليلة القادمة اللي تقسم فيها إيران. طبعا هنا سقوط إيران هو سقوط تركيا حقيقة، بقول لكم إياه، سقوط إيران سقوط تركيا. وبدي هلا أتحدث عن أنه زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شوف، بدنا نعرف شغلة واحدة، الحروب اختلفت، لم تعد الحروب حروب عسكرية مباشرة مثل قبل، جيوش وكذا ومحاصرة وضرب مدن وكذا وهاي، لا، يكفي أنك تعمل حصار وتخنق الدول بالمضائق والمعابر والاقتصاد والأمور هاي لحتى
تنهي وتنهك الدول هاي، فتأتي الضربة القاضية بكل سهولة. يعني أنا بده يجيني واحد بيقول لي إنه تركيا هي دولة موجودة في حلف الناتو ودولة حليفة للغرب وكذا، أتفق معك. لازم تعرف الفرق بين الدول الوظيفية والدول القائمة. الدول الوظيفية تحافظ عليها الدول العالمية بشكل كبير، لأنه دولة وظيفية تخدم مصالح الدول العظمى. لكن عندما تنتهي الوظيفة تتعامل معك الدول العالمية حتى ولو كنت حليفهم بطريقة مختلفة تماما تؤدي إلى سقوطك، لأنه بدها تهيئ دول وظيفية أخرى محلك أنت. طبعا بطبيعة الشرق الأوسط الدول الوظيفية انتهت مهمتها. مين الدول الوظيفية؟ إيران. شو وظيفة إيران؟ العدو المفيد اللي كانت تبتز فيه الشرق الأوسط ودول الخليج كلياته، وعلى رأسها على أساسها كانت تخطط للمشرق أو الشرق الأوسط كلياته. الدول الوظيفية تركيا التي كانت تشكل جسر ما بين آسيا وأوروبا، جسر ما بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، جسر ما بين البحر المتوسط والبحر الأسود. طيب إذا تم الاستغناء عن المضائق المائية مثل مضيق هرمز، وتم الاستغناء عن مضيق البوسفور بطرق البر بحرية اللي سميتها أنا بمقالاتي اللي كتبتها بالطرق البر بحرية، وطرق البحر بحرية هي ربط البحار بالبر، يعني بر بحر بحر بر. فهمتوا العملية شلون؟ يعني هند بحر، دبي بر، تروح إلى إسرائيل بتحول إلى بحر، يونان بر، ومن ثم إلى أوروبا كلياتها سواء بر ولا بحر. هاي بيسموها الطرق البر بحرية. طبعا هون وظيفة تركيا كجسر ما بين آسيا وأوروبا والعالم الإسلامي والعالم الغربي وبحر الأسود والبحر المتوسط تم إغلاقه وإنشاء مشاريع أخرى هي قادمة في المستقبل القريب. أنا أتحدث عن المستقبل كله، أنا ما أتحدث عن الماضي. طبعا جزء من المستقبل تم الآن كشفه أمام العالم، تم جزء منه كشفه اللي كنت بتحدث فيه قبل 4 سنوات، وكان من الصعوبة جدا وقتها أخذ الأمور على محمل الجد أو تصديق الأمور هاي كلياتها. لكن الآن بدأ الحديث عنها بشكل واضح، وراح يطلع الحديث عنها سياسيا أكثر. لكن الخفايا، ما هو الخفايا؟ هلا هون عندما تنتهي الوظيفة كجسر يتصدع. شو يعني يتصدع؟ نعم، الجسر التركي ما بين العالم العربي أو العالم الإسلامي والعالم الغربي، ما بين آسيا وأوروبا، ما بين البحر المتوسط والبحر الأسود، هذا الجسر سيهمل. وعندما تهمل الجسور شو بيصير فيها؟ يحصل فيها تصدع، أنا بدها صيانة وبدها مساعدة وبدها كذا وهاي. طبعا هنا من المعنى المجازي الفلسفي أنا بقول فيه. فهنا الجسر يبدأ بالتصدع مع الوقت لأنه ما بقى له قيمة، وعندما يتصدع سيصل إلى النقطة التي ينهار فيها. وإيران بدي أربطها بمضيق هرمز اللي يمر فيه 20% من التجارة العالمية، وخصوصا تجارة البترول، ما يقارب 40 مليون برميل في اليوم. وأيضا بدي أقارنها مع الشرق المتوسط اللي بيعبر من تركيا إلى البحر الأسود ومنه إلى أوروبا. طيب هدول الاثنين تقريبا تسكروا. ما هو بالضرورة إغلاقها عسكريا، لا، ما هو بالضرورة إغلاقها عسكريا، إغلاقها اقتصاديا. كيف؟ عدم الاعتماد عليها هاي الممرات. إذن هنا حصل أمر هام للغاية، أن الدول التي كانت دائما بتجيب سفنها وبارجاتها وطائراتها وصواريخها إلى البحار هاي لتحمي تلك المعابر، ما بقت محتاجة أنه تجي وتحمي تلك المعابر، لأنه أصبحت ليس لها قيمة كبيرة جدا، لأنه في معابر أخرى اللي هي البر بحرية تقوم بالمهمة كلياتها.
طيب هنا بدنا نستذكر كلام حكيت لكم إياه سابقا. هل تذكرون عندما قلت لكم أنه مضيق باب الهرمز سيتم إغلاقه بعد فترة وسيعيدون العرب من ركب السيارات إلى الجمال مرة أخرى؟ تذكروا هذا الكلام. هذا ما قلت عن عبس، ما قلت عن عبس أبدا، ما قلت إلا بالمرحلة هاي اللي موجودة. طبعا كثير من الناس اللي راح تطلع وتقول لي شو أرض الصومال لها علاقة؟ لا، أرض الصومال لها علاقة. أرض الصومال هي 3000 كيلومتر على البحر المتوسط، هي الشواطئ الصومالية كلياتها على البحر الأحمر. هنا السيطرة عليها والاعتراف فيها كدولة مستقلة يغير من الطبيعة السياسية والأمنية لخليج عدن بالشكل كامل، وهذا مهم للغاية. مين الدولة اللي اعترفت فيها الوحيدة حاليا؟ هي إسرائيل. طبعا هناك توافق دولي كان بعدم الاعتراف بالصوماللاند أو أرض الصومال كما يسمونها بالعربي. طبعا في كثير ناس ما فهمت مقالتي وما فهمت أنه أرض الصومال هي دولة لحالها والصومال دولة لحالها أخرى. أرض الصومال هي صوماللاند، يسموها صوماللاند، والصومال هي دولة الصومال. فعندما أكتب باللغة العربية أرض الصومال هي ترجمة صوماللاند لحتى تفهموا الفرق ما بين الدولتين هنا بشكل كبير جدا. طبعا هلا تحدثت عن هذا الحديث قبل سنوات أيضا، وتحدثت عن أثيوبيا وسد النهضة وإقليم تيليغراي وانفصال إقليم تيليغراي، لمحاولة انفصال إقليم تيليغراي من أثيوبيا نفسه حتى يبعدوا أثيوبيا من أي شواطئ قريبة، خصوصا بعد ما أعلنت جيبوتي عام 1993 استقلالها عن أثيوبيا. فلم يعد لدى أثيوبيا نهائيا أي معبر بحري، واتفقت مع جيبوتي بكل عداء اللي موجود لها بأنه تكون جيبوتي هي المنفذ البحري الوحيد في أثيوبيا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه واللي بيسألوني إياه مثل الناس، يعني طيب شو مصلحتهم بأثيوبيا؟ شو مصلحتهم بأثيوبيا أن يقطعوا طريق أثيوبيا شوي عن البحر، مع أنه هي أثيوبيا يعني نقدر نقول حليفة لإسرائيل وكمان حليفة للإمارات وحليفة أيضا مصر. النيل كاردوخ. ما هو السبب أنه أثيوبيا لروسيا؟ السبب هو الاستثمارات الصينية في أثيوبيا. الصين أكثر دولة أفريقية استثمرت فيها بالأراضي والزراعة وبناء السدود والأنهار هي أثيوبيا. أثيوبيا 120 مليون، دولة ناشئة فقيرة جدا، لديها ثروات كبيرة جدا، فهي سوق واسعة جدا للصين، هي سوق واسعة جدا للصين. فالبضائع الصينية تصل لأثيوبيا بشكل سهل جدا، والطاقة البشرية اللي موجودة في أثيوبيا هي سوق هائلة للصين. والولايات المتحدة الأمريكية سمحت لدول عديدة حتى من حلفائها بأنه تحالف أثيوبيا وتشتغل فيها أيضا. وسد النهضة نعرف أنه روسيا مستثمرة فيه، الصين مستثمرة فيه، الإمارات مستثمرة فيه، حتى إسرائيل نوعا ما مستثمرة فيه، لكن كانت تقدم المشورة الجيولوجية بالنسبة لبناء السدود والتكنولوجيا أيضا في هذا الموضوع. لكن هذا كلياته شيء، ونحن نعرف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. هلا الإنسان العادي ما بيعرف السياسة كيف تتم. سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تتركك سنوات طويلة جدا تبني وتعمر وتسوي وكذا وتتفق وتعمل مشاريع وكذا وهاي، لكن هي مفتاح الباب بإيدها، لكن تمتلك مفتاح الباب بإيدها، ومتى شاءت أن تغلق أي باب بتغلقه. طبعا أنتم شفتوا ترامب خرج وقال لك نحن لا نؤيد الآن استقلال سوماليلاند، لكن سنقوم بدراسة الموضوع. شوفوا التصريحات المبهمة لترامب. إذا جيت أنت ودرست الموضوع هذا وشفت طيب ليش
أنت ضده، يعني شو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بأنه ضد الاعتراف بالصومال؟ ستجد أنه اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالعكس أكبر مصلحة، اعترافها بالصومالند أكبر مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية وأكبر مصلحة لإسرائيل، وسيطرت على شريك خليج عدن، وهذا مهم للغاية. طيب شو فائدة خليج عدن؟ إغلاق أو فتح خليج عدن يعني إغلاق قناة السويس، يعني إغلاق قناة السويس. طيب شو فائدة إغلاق قناة السويس؟ هلا هنا بالمرحلة اللي احنا فيها هو السيطرة على التجارة العالمية وأسعار التجارة العالمية بالنسبة للتأمين، بالنسبة لنقل البضائع، بالنسبة للحاويات، بالنسبة لكل هاي الأمور. لكن السيطرة على خليج عدن هو تحييد الحوثيين، نعم، وتحييد كل القوات المستقبلية اللي راح تأثر على التجارة العالمية. طيب هل معبر الهند هنا شو بيحقق؟ معبر الهند بيحقق بكل بساطة الاستغناء عن باب المندب، الاستغناء عن باب المندب تماما. يعني كل البواخر البريطانية الفرنسية الأمريكية اللي تروح عم تحمي باب المندب والبحر الأحمر كلياتها تكاليف تم الاستغناء عنها. بمجرد سوماليلاند تكون فيها قاعدة أمريكية وبعض الطيارات، وأساسا باب المندب ما بقى له أي أهمية في المستقبل بسبب المعابر البربحرية، فرفعت التكاليف. طيب مضيق هرمز نفس الشيء، توجد بواخر أمريكية بريطانية من السبعينات القرن الماضي وهي بباب المندب وتحرس مضيق هرمز، وتهديد من إيران وتهديد ما بينه وما بين الدول الغربية دائما، وبدي أغلق وما بدي أغلق. طيب إذا تم الاستغناء عن باب الهرمز بالمضائق أو بالمبرات البربحرية اللي تحدثنا عنها، شو بده هنا؟ ما بيحتاج لكل القوة هاي الموجودة لتحمي هاي. طيب بدنا نروح على مضيق ملقا اللي هو في الصين، بحر الصين، اللي بتنطلق كل البضائع الصينية منها وهناك. وبنعرف قضية تايوان وقضية أنه نصف الجيش الأمريكي دائما في بحر الصين لحماية الشواطئ والممرات اللي بتمر من هناك من الفلبين وغيرها، وبتحمي شواطئ اليابان وبتحمي كل المعابر هاي. إذا انطلق المعبر من الأراضي الهندية مباشرة إلى الإمارات ومنها إسرائيل ومنها إلى أوروبا، لا تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية لكل القوات اللي حاطتها في بحر الصين، وتستطيع الاستغناء حتى عن تايوان. ما بالضرورة أنه تسيطر على تايوان، لأنه بتنقل كل شركات الصناعات الرقائق وهاي إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية. فهنا شو عمل؟ هذا بيوفر على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول العالمية الكبرى تريليونات الدولارات، نعم تكلف تريليونات الدولارات كل البواخر والبوارج اللي كانت تحمي بحر الصين وتحمي مضيق هرمز وتحمي مضيق جبل طارق ليست ضرورية الآن. طيب سؤال الذي يطرح نفسه وهام للغاية، أنه بالنسبة لنقل البضائع من الهند إلى إسرائيل عبر الممر هذا ومنه إلى أوروبا وأمريكا حتى البترول الخليج عن طريق هذا المعبر اللي راح ينفتح، شو بيحقق؟ بيحقق السرعة في النقل، بيحقق تأمين رخيص. شلون يعني تأمين رخيص؟ نعم تأمين رخيص. الدول غير محتاجة إلى تصرف مصاريف هائلة جدا على تأمين البواخر اللي بتنطلق من الهند ومن الصين من البحار وتلف لحتى تدخل إلى البحر الأحمر ومنها إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا. هنا يستغرق شهور البواخر، وعندما يكون في تهديد في البحار ترفع نسبة التأمين والتكاليف على البواخر والحاويات اللي بتجي على المناطق كلياتها، فبيزداد سعر البضائع بشكل كبير جدا. وأيضا لازم نعرف أنه البضائع اللي تصل من الصين ومن الهند إلى أوروبا راح تكون خلال أسابيع موجودة. هنا يحقق دورة مالية سريعة، يعني بسرعة تبيع البضاعة، بسرعة تحقق دورة مالية، مو تستنى شهرين لحتى تصلك البضاعة وتبيع وانت الدورة المالية حتى ولو مستمر انت عم تجيك بواخر وكذا، لكن دائما لديك انت أموال موجودة في عرض البحر تنتظرها بشهرين لا تصلك. هنا بتحدث عن الشركات الكبرى بشكل كبير. يعني ما محتاجة الدول الكبرى لحتى تبني كتير مستودعات وتجيها البضاعة،
لا، بظرف 6 أيام 7 أيام بالكثير بتكون كل البضائع اللي موجودة عندك واصلة لك. هذا طبعا ينطبق على البترول أيضا، ينطبق على البترول اللي راح ينطلق من دول الخليج عبر إسرائيل إلى أوروبا وغير دول العالمية. طبعا هناك أيضا الطريق العكسي اللي تحدثت عنه، هو معبر داوود. نعم، نفط العراق ونفط دول القفقاز مستقبلا اللي موجودة كلياتها راح ينطلق من معبر داوود. شلون دول القفقاز؟ إيه، ما تحدثت عنها بس راح أتحدث عنها. تحدثت عنها بشكل بسيط جدا بتلميح، وهذا يتطلب تقسيم تركيا. نعم، لأن هناك مشروع داوود يمتد إلى دول شرق آسيا، قسم منها خصوصا دول القفقاز الغنية بالغاز والبترول، أذربيجان، تركمانستان. نعم، معبر ديرسم تحدثت عنه. معبر ديرسم من معبر زنغزور وبيجي إلى معبر ديرسم، ومنه إلى شرق الفرات، وأيضا يمتد هذا المعبر إلى باشور كردستان، ومن باشور كردستان إلى روجهلات. لكن هذا يتطلب تغيير خرائط موجودة في المنطقة كلياتها، أو دمج الدول الحالية اللي موجودة، وهذا شيء شبه مستحيل، لأن تركيا كدولة لن تقبل أبدا أنه تكون بعيدة عن تلك الممرات اللي عم تنرسم للمنطقة كلياتها. وإيران أيضا كانت تطمح كدولة أنه تكون طرق الهند والصين هي عن طريقها، وتصل للشواطئ السورية بدل إسرائيل. وهذا طبعا المشروع اللي تحدثنا عنه لسنوات طويلة جدا تم إفشاله بشكل نهائي وانتهى، وسيتم تقسيم إيران. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية متعلقة بهذا الموضوع؟ نعم، متعلقة بهذا الموضوع تماما. شوفوا، برجع بقول كلام هام للغاية، كل ما تشوفوه على الإعلام هو كذب وهراء. كل من يتحدث أنه هناك مشاكل ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أو نتنياهو وترامب، ترى هذا واحد. بنرجع لخطاب ترامب اللي قاله اليوم، وتحدث كثير أيضا، نحن منفتحين على إيران ونحن جاهزين لتوقيع اتفاق، وإذا وقعت إيران اتفاق فسوف ندمجها وننتهي من هذا الموضوع وكذا. هذا كله كلام كذب، هذا كله كلام كذب. قبل الضربة الإيرانية أو قبل الضربة الإسرائيلية لإيران كان ترامب يتحدث بنفس الطريقة تماما، وكان يقول اقتربنا من توقيع اتفاق، وكانوا عم يجتمعوا في فيينا، وبعدين انتقلوا إلى الاجتماع في إيطاليا، وبعدين تحولت الاجتماعات إلى عمان وقتها. ومع ذلك نتنياهو ضرب إيران، وكان العالم كلياته بيتوجه على إيش؟ إنه هناك خلاص اتفاقية ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وراح تنحل الأمور تبعية السلاح النووي، ويتم حل هذا الموضوع ويحل مواضيع البترول وغيرها وغيرها. هذا الكلام كله هراء ليس له أي أساس من الصحة. المنطق العقلي الاقتصادي يتطلب فعلا تعطيل كل الآبار النفط والغاز الإيرانية في الوقت الحالي، يتطلب هيك. فلا بد من ضربة إلى إيران وتقسيم إيران، وهذا مهم للغاية. تقسيم إيران شو يعني؟ يعني الأحواز اللي فيها كميات بترول هائلة كبيرة جدا راح تنطلق أيضا عن طريق مين؟ عن طريق إسرائيل، النفط الإيراني، صح ولا لا؟ راح تنطلق أيضا عن طريق إسرائيل. والشمال شرق إيران أو شمال غرب إيران اللي هي روجهلات راح تنطلق أيضا عن طريق معبر داوود إلى إسرائيل. والوسط مضطر كمان إنه يتعامل يا مع الأحواز يا يتعامل مع روجهلات بنفس الأسلوب هذا تماما. وطبعا القسم البلوشي هذا راح ينضم لأفغانستان نوعا ما، وهذا نقطة مهمة للغاية ومحورية. فمن أكبر مصالح إسرائيل حاليا ومصالح الدول الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية ومصلحة أوروبا، ومصلحة أوروبا كلها تقسيم إيران. طيب هنا تبعيات تقسيم إيران، بعدين تبعيات تقسيم إيران جاية على تركيا مباشرة.
لأنه دولة مثل تركيا متعددة وفيها كل القوميات والطوائف الموجودة قابلة للانفجار بشكل سريع جدا. هو المطلوب، هو هذا المطلوب أساسا، والعمل على هذا المشروع بشكل من الأشكال الآن اللي عم يتم. خلونا نرجع على سوريا. طيب سوريا، شوفوا حتى المشاريع هاي كلها تتم لجب عزل الساحل السوري عن سوريا. حتى المشاريع هذا كلها تتم يجب ضمان عدم وصول تركيا إلى الساحل السوري، وهذا مهم، مهم جدا. ليش؟ يعطيكم خبر لا تستغربوا، خلال الأيام القليلة القادمة تنضم لبنان أيضا إلى الاتفاقيات اليونانية الإسرائيلية بالنسبة ومع مصر بالنسبة للشرق المتوسط. نعم، فهنا يشتد الخناق على تركيا بشكل كبير، لأن المياه الإقليمية اللبنانية أيضا تنضم للمياه الإقليمية الإسرائيلية مع المياه الإقليمية المصرية والمياه الإقليمية اليونانية القبرصية، وتصبح هاي كلها مياه إقليمية معادية لتركيا، فيتم غلق الشرق المتوسط بشكل كامل. يعني الحلم اللي كان يحلمه أردوغان خلال الفترة اللي فاتت بأنه يبني قناة موازية لقناة البسفور لحتى يستفيد منها، مع صعوبتها الجيولوجية وتكلفتها بملايين الدولارات، كله راح يكون ما له قيمة نهائيا. ليش ما له قيمة؟ لأنه شو بدي أسوي بالمعابر هاي كلها وافتحها واصرف ملايين الدولارات أساسا أنا البحر مسكر علي. فهمتوا المسألة وين؟ حتى لا تفكر تركيا في يوم من الأيام أنه تنشئ قناة مع كل المشاكل الجيولوجية المرافقة لها وصعوبة إنشاء تلك القناة أيضا، حتى ما تفكر نهائيا تبني قناة مشابهة لقناة السويس ما بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. هلا بيقول لي ليش بيبني ما دام في قناة اسمها قناة البوسفور؟ قناة البوسفور هي قناة طبيعية، وقناة متعرجة جدا، وقناة ضيقة بشكل كبير، لا تستطيع السفن الكبيرة والضخمة أساسا عبور قناة السويس، عفوا قناة البوسفور. ليش؟ لأنه فيها منحدرات بشكل كبير، قناة طبيعية لم تبنى وليست قناة ساوية، لا قناة متعرجة، وهذا يحتاج فقط السفن الصغيرة اللي بتقدر تعبر ما بين بحر مرمرة والبحر الأسود، وفيها منحدرات كبيرة، فالبواخر الكبيرة جدا العملاقة اللي بتحمل آلاف الأطنان من البترول أو من البضائع وهي ما بتقدر تعبر قناة السويس على فكرة، قناة البوسفور على فكرة، مشان نكون واضحين. طبعا هنا طبيعة البحار اللي موجودة أيضا مختلفة تماما عن بعضها البعض. يعني البحر الأسود تختلف ملوحته عن البحر المتوسط، وأقل ملوحة من البحر المتوسط، وهنا تداخل المياه ما بين البحر المتوسط بشكل كبير مع البحر الأسود راح يشكل كارثة بيئية، راح يشكل كارثة بيئية بشكل كبير جدا. عدا إيش كمان؟ مسألة أنه هاي القنابل أساسا واقعة على خط الزلازل اللي ممكن أنه تهيج الزلازل مرة ثانية في المنطقة كلها. هاي أسباب جيولوجية أنا ما بدي أتحدث عن هاي الأمور كلها لأنه شرحها معقد، وفي كائنات حية كثيرة كمان ما بين البحرين ممكن أنه تنقرض، وغير الانجرافات الجيولوجية اللي ممكن تحصل، وهناك خطر كبير جدا على مدينة اسطنبول. هذا كله ما بدي أتحدث عنه الآن، أنا بدي أرجع للمواضيع السياسية. هي من الناحية الجيولوجية وصعوبة إنشاء قناة أخرى، لكن حتى لو تفكر تنشأ قناة مثل هيك ما راح تفيدك بشيء، ما راح تفيدك شيء نهائيا. ليش؟ لأنه بالأساس هو البحر مغلق، الشرق المتوسط أصبح مغلق. وارجع بركز على جملة مهمة للغاية، لابد من أنه تدخل لبنان في اتفاقية الثلاثية ما بين ما بين قبرص واليونان وإسرائيل. ليش ما خربط شوي اليوم بالاسماء؟ لابد. الشيء الآخر الهام للغاية وهذا بيهم السوريين هو عزل الساحل السوري، وعدم وقوع الساحل السوري في يد حكومة موالية لتركيا، وهذا أمر مهم جدا.
هلا بده يطلع لي واحد ابو راس مربع راح يقول لي لك الساحل عم بيقتلوا فيه وكذا وكل اللي عم بيحصل والمجازر والبطيخ واللي بيحصل هذا كلياته، وانت جاي بتقول لك عزل الساحل وكان عملوا الساحل دوله وكذا وهي. لا، انتم غلطانين. مو بالطريقه هاي تتم السياسات. اول شيء بدهم شو يعملوا؟ بدهم يعملوا كراهيه ما بين الشعوب الموجوده كلياتها. يعني بصير العلويين اللي موجودين في الساحل بيكرهوا اكثر السنه، وبيصير في بيناتهم شبه مستحيل العيش، ولا يفكروا يوم من الأيام بيرجعوا للقومية العربية. وبعدين بتجي بعد كل الجهود اللي بتحصل والإجهاضات اللي بتحصل وكذا وهاي، يقولوا لك خلاص انتهى الموضوع. بس هذا بده كتير دم لسه، هذا بده دم كتير. وهذا اسمه البافر ستيت اللي تحدثت عنه، انه لابد لتقسيم المناطق كلياتها إعادة فصل الطوائف والشعوب عن بعضها البعض. وإعادة فصل الشعوب عن بعضها البعض لا يتم إلا عن طريق المجازر. نعم، لا يتم إلا عن طريق المجازر. وهنا من هيك قلت لكم لن أتحدث بالعواطف، لن أتحدث بالعواطف، راح أتحدث بالسياسة. فكل اللي بيتم الآن هو لفصل الشعوب عن بعضها البعض وزيادة الكراهية ما بينها لحتى تنقسم كلها بعضها البعض. لما نرجع لموضوع مهم للغاية، شوفوا الصراع اللي موجود في الساحل والصراع اللي موجود في السويداء هو صراع طائفي، يعني على أسس طائفية. وكلياتنا بنعرف انه اللي استلم الحكم في سوريا هو محسوب على السلفيه الجهاديه، يعني اخطر اعداء الطوائف الدينيه الاخرى اللي موجوده اللي بيحسبوهم باطنيين ويكفروهم. يعني الاخوه العلويه بالنسبه للسلفيه الجهاديه هم باطنيين كفار ويجب قطع رؤوسهم وقتلهم. وايضا بالنسبه للسويداء ايضا هؤلاء ايضا بالنسبه لهم أيضا باطنيين وكفار وخارجين عن الدين ويجب قتلهم، حسب طبعا فتاوي ابن تيمية في كتابه فتاوي ابن تيمية السابق، واللي بيستخدموها الآن هؤلاء. وهذا فكر، هذا ما سياسة، هذا فكر، وهو فكر خطر جدا. اللي ما بيدرك هاي الحقيقة يستحق أن يفنى. أنا بقول لكم بصراحة، وهنا مو من باب العواطف أتحدث وعدم الإنسانية، لا، أنا من باب السياسة بتحدث. اللي ما بيدرك هذه الحقيقة ويضع سلاحه ليس من حقه أن يطالب بالحياة، لأنك أنت جاي واحد عم يفنيك بده يقطع راسك، بدك تقدم له سلاحك وتقول له نحن أخوة اللي خلينا نعيش بوطن واحد. هذا بيكون شيء مصروع. طبعا هلا بدي أقول لكم أمر هام للغاية. هل الدول العالمية والدول الغربية والسي اي اي والموساد والدنيا والام 6 والمخابرات الدنيا كلها ما بتعرف اللي بيحصل في سوريا؟ بتعرف بكل شيء. ما بتعرف اللي حصل بالساحل امبارح؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه لكل الأخوة الموجودين الآن، احنا بنعرف كلياتنا أحد شروط الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن والقانون 2799 بأنه دمج الأقليات في الحكومة الجديدة، الاعتراف فيهم، تغيير الدستور لحتى يقبلوا بحكومة جولاني وراجعوا للمبادئ كلياتها وهاي. صح ولا لا؟ طيب السؤال الذي يطرح نفسه، هل من مصلحة أحمد الشرع اللي بيحصل في الساحل الآن أو اللي حصل في الساحل؟ لا، ما هو من مصلحته. إذا بده يحكم سوريا وبده يكمل وبده حتى ولو كان على شكل خديعة، إنه أنا بدي أخدعهم يا خيو بدي أحطهم شوي، بجيب لي شخصيتين ثلاثة وهميات بحطهم بالحكومة، وبدنا نتحدث هنا عن حكومة إنه بده يحكم، مو مسألة دين وما دين وطائفة وكذا. أنا زلمة بدي أحكم وبشكل مثل شكلي مثل حافظ الأسد، وما بدي أكون لا طائفي وكذا لحتى أمرق مشروعي تبع الحكم وأسيطر على سوريا أنا كمان 50 60 سنة مثل غيري. مصلحته يعمل هذا الشيء اللي بيحصل في سوريا؟ طيب شو السبب اللي حصل في الساحل الآن وبالتوقيت هذا؟ شو السبب؟ قبل توقيع قسد باتفاقية ما بينه وما بين أحمد الشرع بيومين، هل هذا مخطط له كان ولا لا؟
اللي بيقول لي مو مخطط ساذج. طيب ليش بيطلعوا العلويين بدهم يطلعوا مظاهرات هلا قبل توقيع قسد بيومين؟ وهذا أمر كتحقيق يعني الآن كل واحد ما بدنا نقعد طيب ليش ما طلعوا قبل؟ أو ليش ما يطلعوا بعد رأس السنة؟ وليش هلا حاليا طالع صار مطلب الفيدرالية كلياته؟ مين اللي حرك العلويين في الساحل لحتى يطلعوا؟ مين اللي حركهم لحتى يطلعوا ولحتى تصير هاي المجازر حاليا ويتم تأجيل مثلا إذا كان في اتفاق ما بين قوات سوريا الديمقراطية وأحمد الشرع أو إحراج أحمد الشرع على الأقل؟ مين بتظنوا أنتم رأيكم؟ تركيا؟ لا، مو تركيا، مو تركيا، مو تركيا. فهمكم كفاية، فهمكم كفاية. طيب مين من مصلحته ما يوقع أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية؟ مين من مصلحته؟ بس ما تكون ساذج سياسيا. مين من مصلحته انه ما يتوقع؟ لا، مو تركيا، الازرق اللي مو من مصلحته، وتركيا ايضا مو من مصلحتها. وهنا حتى لو تتضاربت المصالح مع بعضها البعض، لا يعني بالضروره انك تلقي التهم دائما على تركيا وحدها، لا. طيب مين اللي جابر شرق الفرات انه يروح يوقع مع احمد الشرع؟ ليس الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا اللي مصالحهم نوعا ما بتتوافق مع اسرائيل في المرحله العلاقه اللي احنا فيها حاليا نوعا ما، فبدها تلخبط الاوراق. انا ما بدي اقول شيء، عم بسالكم السؤال هذا بس لحتى تجاوبوا نفسكم انتم، لحتى تجاوبوا نفسكم انتم. طبعا شوفوا، بدنا نحكي كلام مهم للغايه. كل من يظن بانه راح يصير اتفاق في سوريا ترى هو واهم. حتى اذا حصل اتفاق راح يكون هو اتفاق وهمي وشكلي ولن يطبق نهائيا. اللي بيعرف عقليه الحكومه هاي اللي موجوده والفصائل اللي تتبع لها لا يمكن انه يفكر يوم من الايام بانه هذه الدوله ممكن ان تحتضن كل الشعب السوري ويتحول فعلا الى دوله، حتى ولو كانت لا مركزيه، حتى ولو كانت دوله فيدراليه. ايضا هؤلاء الشعوب اللي موجوده حاليا ما في بمفاهيمهم اي شيء من هاي المفاهيم كلياتها. هذول يعيشوا 1400 سنه ورا. فهمتوا علي؟ ما بقول لكم ما راح يصير توقيع، لا راح يصير توقيع، بس هذا ما راح يتم. يعني راح يكون شكلي. وانا اعتقدت ايضا انه راح يحصل هذا التوقيع لحتى يعطوا ذريعه لضرب الارهاب، لكن الاتفاق راح يتطبق وكذا وتصير سوريا دوله جميله ودوله رائعه ويعيش فيها الشعب السوري بكل اشكاله وطوائفه وقومياته اللي موجوده بثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. بتكون في شيء بالعقل ما هو مضبوط ابدا. لكن لظروف موضوعيه دوليه ربما يتم توقيع لفتره انيه معينه لاهداف معينه، تنتهي تلك الاهداف وتنتهي بها فيها الاتفاقيات كلياتها. ايضا يعني اسرائيل ستعمل على عزل الساحل السوري لا محاله. واسرائيل التعب اللي تعبته كلياته باليونان وقبرص وكذا وهاي ما راح تتخلى عن الشاطئ السوري وراح تخليه مرتع للجيش التركي والمخابرات التركيه، يتم فيها تقسيم بحري فتعرقل كل المشاريع اللي حصلت في الشرق المتوسط. وهذا الكلام بدو تحطوه بعين الاعتبار. طبعا هنا بدي أقول كلام مهم للغاية. ضعف العلويين في الساحل هو عدم امتلاكهم لقيادة سياسية واعتمادهم على رجال دين، بغض النظر باحترامي لكل الشخصيات اللي موجودة، غزال غيره كلياته، لكن اعتماد على رجال الدين هذا خطأ سياسي كبير جدا. المفروض يكون لديهم ممثلية سياسية ليس لها مرجعية دينية، وهذا مهم للغاية. وهذا الكلام كمان نقلته للأخوة السويداء أيضا قبل، مع كل الاحترام للشيخ الهجري ومرجعيته، ويبقى هو المرجعية العليا بالنسبة لهم، لكن من دون جسم سياسي يمثل كل
الناس اللي موجودة في السويداء وحولها وتوسيعها مع المستقبل، هذا تأخير للمشروع حقيقة. إنشاء الإدارات المحلية والكومينات وتنظيم الشارع كلياته للوصول إلى أعلى قمة بجسم سياسي حقيقي يستطيع مخاطبة العالم بلغة دبلوماسية هو هام للغاية، وتأخرت كثير. وهذا مهم أيضا للغاية. أي تأخير بهذا الموضوع سيؤخر المشروع أيضا بشكل كبير. وأنا ماني ضد السياسات ولا أعطي نصائح، لكن أنا بشخص الحالة اللي موجودة حاليا. أشخص الحالة الموجودة حاليا أنه العلويين لم يستطيعوا إنشاء جسم سياسي يمثلهم بشكل كبير من بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهذا الصدمة الكبيرة اللي حصلت بالنسبة لهم ما استطاعوا تجاوزها، وما استطاعوا أيضا الإفلات من عناصر النظام السابق. هلا بدي يجي واحد بيقول لي انت كمان مثل هذوليك بتقول فلول وما فلول. لا، هو أنا مو مساله فلول وما فلول وهذا الكلام الهراء اللي بيتحدثوا فيه غيره. انا بحكي من الناحيه الفكريه والسياسيه. شوفوا، برجع بعيد. الصراع اللي موجود في الساحل والصراع اللي موجود في السويداء مع باقي سوريا هو صراع طائفي. الصراع اللي موجود ما بين شرق الفرات وما بين غرب الفرات هو ليس صراع طائفي، هو صراع قومي. وهنا يختلف كثير عن بعضهم البعض، لأن الصراعات القومية دائما تبني أجسام سياسية حقيقية، وعلى مبدأ القومي نوعا ما، حتى ولو كانت بشكل ليست راديكالي قومي، تنشأ أجسام سياسية وأحزاب سياسية وتكون لها أدوار كبيرة جدا. لكن لما يكون الصراعات طائفية هنا تكون مشكلة هوية. نعم، مشكلة هوية. فهل أخي العلوي أنت عربي؟ هذا سؤال الهوية طبعا هنا. هل أنت مع الأمة العربية، مع سوريا العربية، وضد سوريا السنية؟ ونفس الكلام ينطبق على السويداء أيضا. أنت بدك تعرف نفسك أول شيء. وعدم التخلص من أثقال الماضي اللي زرعته الأحزاب القومية في عقول الناس، سواء كانوا أخوة علويين ولا مراشدة ولا دروز ولا إسماعيلية، كلياتها هاي ما استطاعوا التخلص منها، راح تعيش أزمة فكرية. والأزمة الفكرية تعمل انشقاق كبير جدا. فبتلاقي بيطلع أشخاص تنادي بالقومية العربية من الأخوة الدروز إلى الآن، بالوضع اللي انتهت فيه القومية ودفنت. القومية دفنت، انتهى موضوعها، وراح تصير عظامها مكاحل مثل ما بيقولوا بالسوري. وفي ناس لسه عايشة على أطلال حزب البعث والأحزاب القومية سابقا. ونفس الكلام ينطبق على الأخوة العلويين اللي شايفين نفسهم عرب أكثر من العرب السنة نفسه. العرب السني ما شايف عن نفسه عربي على فكرة، مش هتعرفوها. يشوف نفسه عربي بالضرورة. إمتى؟ لمن يعادي الكرد فقط. أما غير هيك هو مستعد يتنازل للتركي، مو عن القومية العربية، لا، عن كل شيء صفات يملكها، حتى الصفات الدينية. فتشخيص المرض بالشعوب أهم بكثير من علاجه، لأنك أنت بدك تعالج خطأ إذا ما شخصت صح. وهي الأمراض اللي سارية على الشعوب كلياتها. مرض أزمة الهوية، وهذا مهم للغاية. أول شيء من أنت؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه. مين أنت؟ هل أنت عربي؟ هل أنت لك هوية أخرى؟ وهذا المهم. طبعا هاي الحالة تحتاج إلى وقت طويل جدا لحتى تستطيع هاي الشعوب أنه ترجع تعرف نفسها، وهذا أمر بده مجازر، بده قتل، بده جوع، بده حرمان، بده عدم الثقة، بده يحصل أمور كثيرة ما بين هاي الشعوب كلياتها لحتى الشعوب هاي كلياتها تتبلور بفكرة جديدة مختلفة عن الأفكار اللي كانت تعيشها سابقا. طبعا هون نقطة مهمة للغاية. من يستطيع أنه يتكيف
مع المشاريع القادمة الفكرية على المنطقة كلياتها والاقتصادية بشكل سريع تكون نجاته أسرع. ومن لا يستطيع أن يتكيف مع المشاريع القادمة في المنطقة كلياتها بشكل سريع سيدفع ثمن كثير ودماء كثيرة، لكن بالنهاية مضطر أنه يتكيف. هذا أمر مهم للغاية. وبرجع بعيد الجملة اللي قلتها، أنه من يتخلى عن السلاح لا يستحق الحياة. من يتخلى عن السلاح لا يستحق الحياة حقيقة. وهذا كلام موجه لشرق الفرات والسويداء، أنا ما بوجهه للأخوة العلويين، أنا بوجهه للسويداء ووجهه لشرق الفرات بنفس الوقت. من يتخلى عن السلاح لا يستحق الحياة، لأنه القادم حرب وجودية. وشايفين أنتم تركيا والدول العالمية وإسرائيل وكله، فبقدر ما أنت كنت منظم وبقدر ما كنت تحمل سلاح وقادر أنك تدافع عن نفسك، أنا أفضل أني راح أموت وأموت، جاييني وراح يموتوني ويقطعوا رأسي ويخربوا بيوتي ويخربوا كل شيء، أفضل أني أموت والسلاح بيدي، ما أفضل أني أنا أموت وجاي بالساطورة يقطع رأسك مثل ما شفتوا اليوم في السويداء، في اللاذقية عفوا، بالسواطير وبالسكاكين وبالكذا. لا، هذا أمر مهم للغاية. ومن دون أجسام سياسية حقيقية تمثل شعوب المنطقة كلياتها، وينشال هاي المشاكل اللي موجودة الشخصية ما بين الشخصيات والشيوخ الدين وكذا وهاي الأمور، وأنا ما أتدخل بأمور الآخرين، أنا فقط أتحدث في السياسة وأشخص الموضوع. هذا راح يؤدي إلى تكلفة كبيرة جدا، تكلفة كبيرة جدا بالنسبة للسويداء، وأيضا تكلفة هائلة جدا ممكن تكون وجودية بالنسبة للأخوة العلويين الموجودين في الساحل. الشيء المهم الآخر الهام للغاية هو مسألة تعريف النفس. مسألة تعريف النفس، إذا ما عرفت نفسك بشكل صح مين أنا، وكنت في أزمة ضياع هوية، هذا لحاله أيضا مصيبة كبرى جدا، ما ممكن تكون السبب الرئيسي للفناء. نعم، مين أنت؟ أنت عربي؟ أنت مسلم؟ أنت سني؟ أنت علوي؟ أنت شو يعني بالضبط؟ إن كانت مشكلتك فقط طائفية هذا كلام أتفهمه أنا، هذا أمر مختلف. بدك سوريا الجميلة الحلوة لكن مو طائفية أنت كعلوي، وكمان كدرزي بدك سوريا العربية الجميلة الحلوة اللي بتقبل فيها كل الناس، أنت واهم ما راح يصير هذا كله. كمان كأخ درزي بحكي لك الكلام هذا، لأنه ما ضل هذا الشيء. سوريا تحولت إلى ألوان، نعم إلى ألوان، اللون الأسود اللي هو في الوسط ودمشق كلياته، وأنتم شايفين سوريا تتحول يوم إلى يوم أكثر سواد، والسواد هذا يصبح قاتم يوم ورا يوم أكثر. وقبل فترة أسبوعين وثلاثة وتحدثت قلت لابد لسوريا كلياتها أن تتحول إلى أسود قاتم أكثر، وشفنا اللي حصل في الساحل هو إثبات بأن سوريا فعلا أصبحت سوداء قاتمة، وحتى لو كان فيها خطوط رمادية أو خطوط بيضاء نوعا ما، أصبح السواد الأعظم يطغى على تلك الخطوط الموجودة.